يا صباح الخير، يا صباح الأمل، يا صباح السعادة، يا صباح النشاط والحيوية والنضافة والمية والربس والشامبو وكل الحاجات الجميلة والنضافة. رمضان بكرة، ها استعديتوا ولا لأ؟ جهزتوا نفسكوا؟ اشتريتوا مشتريات رمضان؟ وضبطوا تلاجتكوا؟ عملتوا ايه؟ أنا عن نفسي لسه ما عملتش أي حاجة خالص. اتلخمت في تنظيفات الشقة وما حضرتش أي حاجة للتلاجة خالص. بس ان شاء الله كله هيتجهز وكله هيبقى زي الفل ان شاء الله بمشيئة ربنا. ادعوا لي كده بقى ربنا يرزقني ويكرمني واعرف اجيب حاجة رمضان كده وافرح بيتي وافرح عيالي. ويا رب كلنا كده نبقى داخلين رمضان واحنا فرحانين، ويبقى كل بيوتنا كلها خير ورزق ان شاء الله. ايه رأيكم بقى في الدخلة الجميلة دي؟ ها طلع لكم من الغسالة، ايه رأيكم؟ اول حاجة كده حبيت ابدأ بيها شغل يومي ان انا اطلع الفم اللي في الغسالة وانشره علشان ينشف بسرعة، عشان انتوا عارفين طبعا لما بنبقى عاملين توضيبات الهدوم الوسخه بتكتر كتير قوي، لان انتوا بقى بتغيروا فرش سرير وبتغيروا الستاير وبتغيروا كل حاجه، وكل حاجه بتبقى عايزين تغسلوها. انا بقى شلت الستاير امبارح وصورت لكم الفيديو وقفلت الفيديو من غير ستاير، لان انا بصراحه ما عنديش بديل للستاير. فغسلت الستاير بتاعتي ورحت معلقاها بعد ما قفلت الفيديو، هتشوفوها دلوقتي في لقطه. قلت بقى النهارده كده ايه، ابدا بنشر الهدوم. فالبورنس دوت كان منشور من امبارح، فبعد ما لميته لقيته من تحت لسه مبلول، فقلت ايه اقلبه كده الناحيه التانية وانشره، وبكره ان شاء الله اشيله لان البورنس ده تقيل جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا لميت الهدوم بتاعتي وقلت انشر الهدوم علشان تنشف على اخر اليوم او بكره ان شاء الله، وانا بعمل الروتين بتاعي المهم كده يكونوا نشفوا واطبقهم. وزي ما انتوا شايفين كده انا بحب اطبق الملايات بتاعتي كده نصين وانشرهم وانفضهم جوه في البلكونه الاول، ما انفضش بره في الشارع عشان لو في حاجه كانت شابطه في الملايه او حاجه ما تقعش مني في الشارع. وبحب انشر كده الطويل ورا والقصير قدام زي ما انتوا شايفين كده، يعني حاجه زي البنطلون ده كده نشرتها مثلا في ربع حبل او كده. وبعد كده الحاجات الطويلة بقى اللي هي زي الستاير والملايات والدفايات والحاجات دي بنشرها في آخر صفين زي ما انتوا شايفين كده. ولازم تنشروا هدومكم وتنفضوها كويس وانتوا بتنشروا عشان لما تيجوا تلموها تلاقوها زي المكوية بالظبط. واحلى حاجة ليكوا ان انتوا لما تلموا الهدوم تطبقوها على طول. يعني انا برضو لما لميت الهدوم دي هدخل دلوقتي اطبقها، يعني اشتغل شوية ولما اجي اتعب اروح ايه اقعد شوية اريح على السرير واطبق لي ايه شويه هدوم. زي ما انتوا شفتوا الشقه بتاعتي كده، انا خدت لكم جوله في الصاله كده خفيفه عشان تشوفوا الوضع شكله ايه دلوقتي، وبعد ما نخلص الفيديو تشوفوا الوضع بقى شكله ايه. انا حبيت بقى ايه انضف تنظيفه من الجدر، فقلت اعمل ايه بصراحه كده انا كنت عايزه اغير الانتريه بتاعي بصراحه، بس الامكانيات صعبه قوي معايا وانا بمر بظروف يعني ماديه صعبه شويه. يا رب كده ربنا يفرجها عليا يا رب، انا وانتوا السامعين يا رب، وكل حبايبنا ربنا يفرجها علينا يا رب. قولوا اللهم امين يا بنات، اللهم امين. تمام. فنزلت كده واحده صاحبتي حبيبتي اسمها سماح، بحبها جدا جدا بصراحة، واقفة جنبي واقفة يعني جميلة قوي، ربنا يكرمها يا رب ويقف معاها ويخلي لها عيالها. جت معايا وقالت لي طيب بدل ما نشتري ويبقى عليكي يعني تكلفة كبيرة، قالت لي احنا ممكن نروح لنجار كويس، وهي عارفة كذا نجار يعني كويس. قالت لي تعالي نروح لكذا نجار هوديكي ليهم ونشوف اسعارهم، وقالت لي الانتريه بتاعك جميل وتقيل ومتين وحلو وخساره ان انت تبيعيه. فقالت لي تعالي نروح نغير في لونه. انا اللون بتاعه دوت اللي هو البرتقاني ده بصراحه انا يعني زهقت وتعبت نفسيا من الالوانات الفاتحه دي، وبعدين يعني بصوا محجمني في السجاد بصراحه ما بلاقيش حاجه تليق عليه، لان برتقاني في اصفر في بيج في اخضر زيتوني، الوانات كتيره قوي كده فعامل لي هرب كتير. فكنت عايزه اعمل الالوانات اللي هي النوت الخفيفه دي، كنت عايزه اعمل بيج، عايزه اعمل مثلا الرصاصي، كنت عايزه روشان عايزه تعمل كحلي في بيج، فانا عايزه اعمل الوانات هاديه بصراحه. المهم خدتني وودت لي الاتنين نجارين، بس لقيتهم بصراحه بيتكلموا في حاجات
كتيرة قوي يعني. قالوا لي عايزين 35 متر قماش، والمتر القماش ب110، فلقيتها تدخل معايا في كتير. غير المصنعية يعني طلبوا 3000 جنيه مصنعية، غير طلبوا حاجات كده مسمار ولا دبوس مش عارفة طلبوا ايه كده. فالمهم لقيت الموضوع هيدخل معايا في تغيير لون بس، يعني بغير لون مش هيشد بقى ولا يعمل ولا يجيب سفنج مضغوط ولا كده. لقيت الموضوع هيدخل معايا في حدود 5-6000 جنيه. ولو جبنا سفنج بقى وغيرنا السفنج الشلت، هيدخل معايا الموضوع في 2000 زيادة، يعني مثلا يدخل في 7-8. فقلت ايه ده كتير قوي، يعني احط حوالي 7-8. وطبعا 7-8 دي هتدخل لها مثلا ايه في حدود 10-12. اما تجيبي بقى السجادة بتاعتها وتجيبي كمان تغيري طقم الستاير، يعني ممكن كمان تدخلك في اكتر من كده. لو انتي هتجيبي سجاد بقى حاجة حلوة ونضيفة وكده، ممكن تدخل معاكي في اكتر من كده، تدخل معاكي في 15,000 ولا حاجة. وبصراحة الامكانيات معايا برضو دلوقتي ما تسمحش خالص خالص خالص. فقالتي خلاص يعني نحاول ايه ان احنا يعني نمشي نفسنا الفترة دي كده، لحد ما ربنا يكرمنا كده. وان شاء الله ان شاء الله اول ما ربنا يكرمني ان شاء الله انا نفسي اغيره بصراحة، لان انا تعبت برضو من التفصيلة بتاعته، الفنطورة بتاعته اللي هي في الكنبة دي، تعبت منها قوي قوي قوي. فادعوا لي يا بنات ربنا يرزقني يا رب واحقق كل احلامي. زي ما انتوا شايفين كده بقى، نرجع الفيديو بتاعنا يا بنات، يعني مش تخلوني كده اتلخم في الكلام والرغي الكتير ده واضيع عليكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين هنا كده روشان جابت الحته اللي في ايدها وبتشطفها في الطبق اللي فيه الميه بالرابسو والداوني والمنظفات. فانا قلت لها لا غلط كده، لما تعملي تنضفي تخلصي مسح الحته اللي انت بتمسحيها وحابه تشطفي الطبق، تدخلي تشطفيها جوه في الحوض وتنضفيها كويس جدا، وبعد كده تيجي بقى بالحته نظيفه تاخدي بقى ايه ميه وربس وكده علشان الميه اللي في ايديها ما تتوسخش. خدوا بالكم من الحركه دي لما تيجوا تنضفوا الانتريه بتاعكم وحابين تغسلوا تنضفوا الحته اللي في ايديكم لانها بتتوسخ على طول، اشطفوها جوه في الحوض، وبعد كده تعالوا ايه خدوا ميه وميه بصابون وربس وكده من الطبق اللي انتوا بتغسلوا فيه. وزي ما انتوا شايفين بقى هنا كان في بقعه كبيره هنا كده. بصراحه انا في الوقت ده كنت تعبت ودخلت اريح جوه على السرير واطبق فم الغسيل اللي احنا لميناه، وسبت روشان لوحدها. يعني روشان هي اللي مصوره المقطع ده لوحدها. والله بصوا ربنا يخليها لي يا رب ويكرمها ويحميها ويبعد عنها ولاد الحرام، اللهم امين، ويبعد عنكم انتوا كمان يا بنات. فهي قررت ان هي تساعدني وكده وتقف جنبي. بصراحة انا تعبت جدا جدا جدا. وبص والله يعني انا كل يوم ليا حقنة مسكن من التعب اللي انا بتعبه في البيت، لان انا بقالي فترة كبيرة قوي قوي يعني ما اشتغلتش في البيت وما عملتش حاجة، كنت بمر بظروف صعبة وتعبانة وكده. فلما رجعت ان انا ابدا انظف وكده بصراحة تعبانة وجسمي كله متكسر وظهري وجعني ورقبتي وجعاني، وبصراحة كله متدشتش متدشتش، ما بعرفش انام الا لما اخد حقنة مسكنة واقعد قدامه الدفاية شوية كده جسمي يسخن كله، وبعد كده اعرف انام. وانا بقى هنا بقى يعني ارتحت شويه وجيت ايه اكمل انا تنظيف. لقيتها بقى عامله لي بطن الكنبه. قلت لها طب مش كنتي تتشطري على الحته اللي فوق الاول؟ يعني خلينا نخلص اللي فوق الاول وبعد كده نطلع طاقتنا في بطن الكنبه. المهم بقى يعني كتر خيرها، مسكت بقى كده ايه انا حته معاها وقعدت ادعك كده بقى ايه في الحتت اللي هي بتبان من الكنبه دي زي ما انتم شايفين. وجبت بقى حته نظيفه زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل بيها الحته الفاتحه. خلي بالكم يا بنات لو انتوا الانتريات بتاعتكم يعني زي بتاعتي كده فيها حته فاتحه وحته غامقه، يا ريت تبداوا تنظيف بالمناطق الفاتحه الاول عشان تبقى في ايديكم الحته نظيفه وما توسخش الانتريه بتاعكم من الاخر يعني. والحته دي بقى كانت طويله معايا كده بصراحه ريحتني قوي. يعني الحركه دي بتريح اكتر ما بتمسكوها في ايديكم بقى وتقعدوا تدعكوا كده زي ما انا كنت بدعك الاول. يعني كنت بعمل بحته مربعه ما كنتش اعرف اعمل بيها الحركه دي. الحركه دي بصوا سهلت لي الموضوع خالص.
وخلصنا بقى على الانتريه كله، ودخلته في الطرقه انا بقى كده ايه على ما اخلص نظافه الصاله، وكنست السجاده الاول علشان بقى لو هقرر ان انا اغسلها تبقى ايه اجي افرشها الاقيها نظيفه، يا اما كده اشوف حد يجي ياخدها يوديها لمغسله او حاجه تتغسل بره. بصراحه يعني ما وعدتكوش ان انا اغسلها خالص دلوقتي، ممكن اغسلها على العيد، لان انا دلوقتي بصراحه متدشدشه على الاخر على الاخر، ورمضان ان شاء الله بكره. ربنا يعود علينا وعليكم بالخير يا رب. فمش هقدر اكون يعني في اول صيامي كده واغسل السجاجيد، فممكن كده ايه اخر اسبوع في رمضان لو هقدر اغسلها هغسلها، لو مش هقدر برضو هبقى ملخومة او كده، ربنا ما يجيبش حاجة وحشة يا رب، هبعتها مغسلة وخلاص. وزي ما انتوا شايفين كده قلت بقى اكنس قبل ما اجيب مية، وكنست وقلت بقى ايه عايزة اشيل الستارة دي. مش عارفة الناس بتوع التكييف جم ركبولي التكييف لزقوه في البرقع. بصوا شايفين؟ طب والنبي انا اشغل التكييف ازاي؟ ما بعرفش اشغله، بقول امي عشان بتفرض اشغله برفعه بحياتها فوق، برفع الستاره كده فوق وبدخلها زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، وضيعوا لي منظر الستاره خالص. في حد بيجيلكوا في رمضان؟ شفتوا؟ رجال بتقولي انت تعبتي خالص يا ماما، قلت لها اه والله تعبنا، مش عارفه بقى يعني. والنبي يعني احنا بننظف كل التنظيفات دي، يعني مين هيجي لنا؟ والله ما في حد بيجي لنا، ولا بنروح لحد ولا حد بيجي لنا، والله مش ما يبقى عارفه. بس يلا يعني احنا بنفرح الشقه، امي ما ننظف بتخافش. عشان نفرح الشقه. وزي ما انتوا شايفين كده بقى انا النظافه عندي يعني ميه وربس وصابون ودوني، واديله اديله ادي، اقعدوا بقى رشوا في ميه كده لحد ما الحاجه تشبع كده وتتروي. والله العظيم انا بحس ان الشقه بتاعتي بتزغرط بعد ما بحميها الحميه بتاعت العيد دي. بس دي مش حمية العيد، دي حمية رمضان. ايوه طبعا مش لازم ننضفها كده ونخليها تبقى نضيفة وطاهرة كده، بنوضقها. ايوه انا كنت بوضق شقتي عشان ربنا يدخل علينا رمضان كده وشقتي نظيفة ومتوضية. تمام، يا ريت كلكم انتوا كمان بقى تتحمسوا كده وتقوموا ايه توضوا شقتكم كده زي ما انا وضيت شقتي، عشان رمضان يدخل علينا كده وشقتنا طاهرة وجميلة ونظيفة وكلها ريحة منظفات ودوني وربسي ربسه كده ربسي ورابسه كده وتبقى ريحتها جميلة، ونفسكم تتفتح ان انتوا تقعدوا في المكان. لان لو المكان وسخ على فكرة انتوا مش هتعرفوا تقعدوا فيه، لو الحتة نظيفة كده وجميلة هيبقى ليكم نفس تقعدوا وتعرفوا تتكلموا مع اولادكم، تعرفوا تهزروا مع اولادكم، تعرفوا تلعبوا معاهم، حتى اولادكم كمان يجي لهم نفس يلعبوا، يجي لهم نفس يذاكروا. نظافة حلوة، نظافة من الايمان. شايفين بقى؟ ايه رأيكم؟ دعك 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 يعني. بصوا خليت الحيطة مراية. هنا كان في فتلة كده من ايام ما كنت معلقة الزينة بتاعت عيد ميلاد امان، فشلتها وبغسل الحيطة زي ما انتم شايفين كده بالمقاشة، هي عامة نظيفة يعني، هو بيبقى مجرد التراب بس. ومسحت الارض كده برضو بالمقاس، شايفين المية بقت طالعة نظيفة وزي الفل ازاي. بس كده، ورحت بقى على الحتة التانية شلت الآية القرآنية دي. على فكرة الآية القرآنية دي كانت طالعة معايا باقية يعني من الحاجات بتاع المحل بتاعي، فيعني استحرمت أرميها وكده، فقلت أعلقها هنا عشان عليها كلام ربنا وكده. بس وغسلت بقى ايه الحيطة دي كمان، ورحت شادة المية بالطريقة دي كده. شايفين النظافة بذمتكم؟ قولوا لي ايه رأيكم بقى، قولوا لي شطورة يا منمن، شطورة شطورة، شجعوني بقى يا جماعة. فين اللايكات؟ هو انتوا مش بتشجعوني ليه؟ طب شجعوني يعني على التعب اللي انا تعبته ده كله، حمسوني. هنا بقى شايفين بقى بل قوة بل قوتين بل ثلاثة قوات. كنت بزق الكنبة لوحدي، وعشان الأرض كانت مبلولة وفيها ربس وكده فالدنيا كانت بتزحلق، فكانت الدنيا معايا ايه البتاعة كانت بتجري والله لوحدها، مش قوة ولا قوتين ولا حاجة، هي الأرض كانت مزحلقة وكانت الحاجة بتجري معايا. هنا روشين بقى جابت مش عارفة دول اسمهم ايه، معرفش، اللي يعرف اسمهم يكتب لي في الكومنتات. روشان جابتهم بقى كده اللي بتمسك البراءة، وقالت ايه تشطفهم بقى في المية كده عشان تبقى كل حاجة اتغسلت، كل حاجة نطفت وكل حاجة اتغسلت وكل حاجة اتوضت. هنا بقى دي طريقتي يا بنات وانا بغسل البراءة بتاعتي، بدل ما اطلع اشيلها وانزلها فكها واحدة واحدة واحطها في الغسالة وابعت للنجار تاني ياخدها يركبها، وفلوس عمالة تتنطور على الفاضي. لأ،
الطريقه دي اقتصاديه وجميله، وعلى فكره ما تخافوش مش هيحصل لها اي حاجه. يعني الستاير دي متعلقه كده بقالها 16 سنه وزي الفل زي ما انتم شايفين اهو. على فكره انا لسه كسره الستاره دي وانا داخله بيها بالسجاده، خبطت فيها فالسجاده تقيله قوي فوقعتها، بس ان شاء الله يعني هطلع اركبها واصلحها وابقى اوريكم كمان وانا بركبها. هنا بقى دي اخر حيطه عندي، فبرضو غسلتها كده ونضفتها بالميه كلها. شايفين بقت بتبرق بتبرق بتبرق، نظافه نظافه. وجبت بقى الساعة دي رجعها بقى كده مكانها، وقلت امسحها برضو لان دي بقى خفت امسحها بالمية بصراحة. بصراحة يعني جميلة كده وكبيرة وعجباني، فقلت امسحها بحتة يعني ناشفة كده، يعني امسح منها التراب كده وخلاص. بس بصراحة غلبتني، شايفين؟ كنت هقع. غلبتني. بعت منك. ايوه. بس كده فعلقتها وكده خلاص تعتبر الصالة كلها نطفت خلاص. واهو الحمد لله مظبوط يا روشان. انجاز. والله تعبتني قوي عشان اعلقها، مش عارفه فيها ايه، المكان بتاعها مكان اللي مركب فيه المسمار دب ولا ايه. بقول لكم اعملوا لايك بقى وشجعوني، وادي الشقه شمعة تحترق، شمعة تحترق يا جماعه. لايكات يا حبايب، لايكات لايكات. وهنا بقول لكم اهو انا دخلت الكنبه بتاعت رمضان دي هنا، والكيس السودا دي فيها الشوزات بتاعتي. وهنا بقى ايه ادي الهدوم اللي انا طبقتها بوريها لكم اهو. ويلا كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، واشوفكم في فيديو جديد وعلى خير، وسلام يا امارات، سلام، باي باي باي.